السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ان شاء الله البسكويت الجميل اللي قدامنا ده بسكويت العيد. بس المرة دي بقى مش هنستخدم حاجات غالية كتير يعني ولا تكاليف عالية يعني. هنعمله النهاردة بالزيت، يعني مش هنستخدم لا سمنة ولا زبدة. هنعمل مكونات بسيطة جدا وغير مكلفة، يعني تيسيرا عليكم وعلينا في الايام والظروف اللي احنا شايفينها ديت، يعني الحمد لله. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. معايا كيلو دقيق منخول عليه رشة ملح، ده دقيق متعدد الاستخدامات. ومعايا 3 بيضات وفانيليا، طبعا طالما فيه بيض يبقى فيه فانيليا، ومن الافضل نحط معلقة خل كمان. وممكن كمان نستخدم بيضتين 2 بدل 3. انا هبسط الموضوع على الاخر، وهاخد معلقة صغيرة بيكنج باودر، مش هاخد الكيس كله. معايا نص كوباية عصير برتقان وبشر برتقان. هخلط بشر برتقان على العصير وهضربه كده في الخلاط سريعا علشان يبقى القوام كريمي كده وناعم. علشان وانتوا بتاكلوا البسكويت ما تحسوش باي قطعة من قشر البرتقال فيه ولا حاجة. المادة الدهنية بقى اللي استخدمها المرة دي هو كوبايتين زيت. احنا قلنا مش هنستخدم لا سمن ولا زبدة، هما كوبايتين زيت، وهضيف عليهم معلقتين كبار من السمنة، بس كده. ومن شروط برضو نجاح البسكويت اللي هو السكر لازم يكون مطحون وناعم، يعني يستحسن طبعا ان احنا ننخل السكر الناعم ده كمان، بيدي قوام كده حلو للعجينة. انا استخدمت كوبايتين الا ربع، هو لو كوباية ونص هيبقى افضل، بس السكر حسب الرغبة يعني. طبعا هنخلط المقادير السايلة ديت كويس يعني لحد ما نحس ان السكر خلاص داب. وبعد كده هنزل بعصير البرتقال، عصير وبشر البرتقال، وهضيف الفانيليا طبعا على البيض، بس البيض مش هنزل بيه كله مرة واحدة. هنزل بيضة اول ما البيضة تدوب في الخليط هنزل بالتانية وراها على طول. هنا ضفت معلقة صغيرة بيكنج باودر على الدقيق، وبعد كده هضيف كمان اضافة اللي هي معلقتين من النشا. زي ما قلت النشا بيدي طعم جميل كده للحاجة، ويدي قرمشة خفيفة كده للبسكويت. هنزل طبعا بالخليط السائل على الدقيق، وهنبدأ بقى. مش هنعجن على فكرة، احنا ما بنعجنش عجينة الحلويات، احنا بنلمها كده بصوابعنا، بنلمها كده بخفة كده بصوابعنا لحد ما تلاقي معانا عجينة طرية زي اللي انتوا شايفينها دي. لو انتوا هنا في الفيديو لسه معايا في الفيديو، يا ريت نعمل اشتراك وشير ولايك للقناة او للفيديو. وهنشكل عجينة البسكوت على طول في ثواني مش مدهونة، وتدخل الفرن على درجة حرارة 170. ولما البسكوت ياخد اللون الاصفر ده خلاص نطلعه من الفرن. و... ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم بقى في البسكويت الجميل اللي قدامنا ده. يا ريت تقولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، وانتوا بتعملوه ازاي، او ايه طريقتكم في البسكويت الاقتصادي الجميل ده. وما ننساش نفعل الجرس وكلمة الكل علشان كل فيديوهاتي توصل لكم. ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالوصفة بتاعتي، ونتقابل ان شاء الله مع وصفة تانية احلى وسهلة مع صافي ان شاء الله. وكل سنة وانتوا طيبين تاني، تعود عليكم الايام بخير يا رب. واتمنى تكونوا بخير ومع الف سلامة.